فلوج جديد. فلوج النهاردة أسبوع كامل معايا في الجامعة. قررت أكتب إنه يوميات مرشد عايز اللي يرشده، لأن فعلا المرشد عايز حد يرشده، لأنه ما ينفعش يرشد حد لأنه مش كبير كفاية. أنا وهن ده كان تاني أسبوع في الدراسة، بس أنا كسلت أعمل، مش هكتب. رحلة اليوم كاملة كانت برعاية عم الناس وبابا المجال نجيب محفوظ. كنت في الفترة دي بقرأ أحلام فترة النقاهة ومكنتش خلصتها، فطول الأسبوع بقى الكتاب ده هيظهر كتير. تنويه بسيط كده. يوم الحد احنا بنلبس فورمال، القسم بتاعنا يعني مفيش السبب بصراحة، بس احنا هتلاقوا ان اي حد لابس فورمال اللي هو بدلة كاملة وطرحة زرقاء ده يعني معانا. يوم الحد هو أطول يوم عندنا في الجدول كله. عندنا فيه 3 محاضرات من 8 ل2 فواصل، يعني ما كانش في مجال كبير قوي ان انا اصور حاجات كتير بقى ومغامرات ومش عارفه ايه وكده، لانه اكتب الحاجات اللي بتتقال فمش هعرف اصور. بما اني ما عرفتش اصور حاجات كتير جوه بقى الكليه والمحاضره ومش عارفه ايه وكده لاني مش عارفه، صورت بقى وانا في الجاب اللي بين المحاضرات، اللي هو قررت بقى اصور الطريق، اللي هو حاجه بتتصور خلاص اللي عشان اعرفكم ان في موشن في الموضوع، في حركه كده. يوم الحد خلص. يوم التلات في محاضرتين، ما صورتش كتير برضو. كان في كده محاضرة اتلغت بعد بتاع نص ساعة أو ساعة تقريبا من إننا رحنا. صورت فيها شوية بقى بس مش كتير يعني، عشان كنا بقى مستنيين المحاضرة التانية ومش عارفة ايه وكده، وفرهدت بصراحة في النص ونسيت أصور شوية ومش عارفة ايه كده. فصورت الطريق برضو عشان بحب شكل الطريق، بحب المغامرة عامة، يعني بحب الرحلة، هو الكنز في الرحلة فعلا. كملت تصوير الطريق عشان السحاب بيبان في الطريق بشكل حلو، فأنا بحب أصور السحاب، فقلت لي لأ فحطيتها في الفيديو. المهم اتصورت برضو تاني عند الحتة اللي قدام الأسانسير، توثيقا إني بروح الكلية اهو، عشان أرهقوني نفسيا في الكلية. وبعدين اليوم خلص وجي يوم الأربعاء. يوم الأربعاء عندنا محاضرة واحدة بس، رحنا وخدناها وكده. وانا راجعة على ما اتذكر يعني افتكرت ان انا مصورتش حاجة اصلا، فرحت بقى مصورة حاجات بسيطة كده في الطريق انا شوية كده يعني، عشان قال لي لأ، فبجد نسيت اصور. بس هي محاضرة واحدة يعني، فأظن مسموح لنا ننسى نصور ان هي محاضرة واحدة، عشان محاضرة واحدة يعني ايه الحدث اللي ممكن يحصل في المحاضرة الواحدة جديد. يوم الخميس بقى على عكس يوم الأربعاء، كان عندنا محاضرتين بس هما متأخرين، بس انا عشان كنت نسيت اصور كتير يوم الأربعاء، فقررت بقى ان انا هنزل يوم الخميس وانا مستعدة كامل الاستعداد ان انا هصور كتير. فصورت بقى الطريق كتير، كنت قاعدة في الباص لوحدي، مكانش حد قاعد جنبي، فبحس بقى براحة نفسية ضخمة كده، مفيش حد قاعد جنبي. قلت بقى صورني، يعني صورتني كتير قوي. صورتني وانا بعدل ستارة الباص، وبجد طبعا عشان المصداقية والشفافية يعني. فضل شوية في الفيديو والمغامرات خلصت، فقررت اقول لكم بقى عن المواد اللي احنا بناخدها. المواد الثابتة لغة مصرية قديمة لحد دلوقتي، والتاريخ والآثار، واللغات اللي هو مثلا الانجليزي ده ثابت، والماني، فرنساوي، مش عارفة اسباني، ايطالي، اي حاجة عامة. اللغات التانية بيتغير عندنا بقى باقي المواد اللي هم تقريبا 3 مواد. زي مثلا انه السنة اللي فاتت مثلا كنا بناخد مدخل عام للسياحة وجغرافيا عامة، والترم التاني كنا بناخد جغرافيا ومش عارفة ايه كده. دول اللي انا فاكراهم الصراحة. السنة دي مثلا بناخد اسعافات اولية، بناخد بيئة مصر كده، فاهم؟ فبناخد حاجات بقى ملهاش علاقة بالقسم، بس دول 3 مواد الثابتين لحد دلوقتي. اللغة المصرية القديمة غالبا مش هتكمل معانا. بناخد حاسب آلي. الحاسب الآلي تقريبا قال 2 بس، وتالتة ورابعة ما فيهمش على ما اتذكر برضه. انا بجد انا لسه في تانية فما اعرفش يعني، فبس فكل بقى ترم بيتعاملوا ان الترم دي المواد كلها دي فيه جديدة. زي مثلا احنا عندنا انجليزي 1 في الترم الاول، بعدين انجليزي 2 في الترم التاني، بعدين احنا مثلا دلوقتي بناخد انجليزي 3 وهكذا. فهو بيغيروا كأنها سايكل كده بتلف طول الوقت. فبس
دي المواد اللي احنا بناخدها، مش كلها بس يعني نبذة عن المواد اللي احنا بناخدها، عشان الفلوج يكون خلص. يا رب يكون عجبكم، يا رب مغامرات الجماعة اللي هي مش مغامرات قوي تكون عجبتكم، عشان لا فلوج صغنن كده، وربنا يسهل باقي الفيديوهات، وباي.